بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة. هنعملها على الجريل بطريقة مختلفة، هنشوف مع بعض خطوة خطوة. بسم الله. أول خطوة معايا من عمايل الكفتة النهاردة هنعملها بالشيش طاووق. أول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة، عليه نسبة من الدهن، أنا فرمتهم في الكبة. عندي هنا بصل عملته برضو في الكبة، بس انا هشيل منه المية، هحط البصل المبشور بس ما عدا المية. طبعا طعمت اللحمة بالبهارات. عندي هنا فلفل اسمر وبابريكا، وعندي ملح، وما ننساش نص معلقة السكر، دي ضرورية جدا جدا جدا. وهنخلطهم مع بعض ونشوف. الخطوة اللي بعد كده بحط بقدونس على اللحمة، بحط زبادي واخلطهم مع بعض، وهنشوف بعد كده هنصبحها بشيش طاووق. وحطيت معايا قرن فلفل احمر ومعايا الكفته. خلطتهم كويس قوي مع بعض. همسك واحد كده بالشيش طاووق، ما شاء الله عليه ماسك نفسه. وبعد الصابع التاني قد ايه ريحتها جميله وهي نيه، ما شاء الله عليها، وماسكه نفسها كويس قوي. صبعنا الكفته مع بعض، ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. دي التركه المهمه قوي، اللي احنا طلعنا ميه البصل وعليها البابريكا، شويه زيت، شويه شطه اختياري. بمسك صوابع بالفرشه واعمله بالفرشه، دي التركه دي مهمه قوي. عندي الكفته ما شاء الله عليها جميله جدا جدا وطريه. اعمل معاها مكرونه سباكيتي، ما شاء الله عليها. المكرونه عندي حلوه قوي برضو.